لقيت حاجه من الحاجات دي صعبه معانا؟ خالص خالص، كل حاجه كانت بتمشي سلسه جدا، سلسه يعني. اللي انت تفكره صعب لما تيجي تطبقه تلاقيه الموضوع بسيط ما فيهوش اي صعب خالص. انا مش حسيتش ان انا بتأزم في اي حاجه. انت تقول للناس كده احنا اتعلمنا ايه الاول كده كل حاجه بقى من اول كهرباء العربيه، تمام العربيه، تمام، ازاي تحضن، ازاي تركن، تمام. ما كنتش متخيل ان انا ممكن اطلع على السريع كده بسهوله يعني، او في عدد حصص قليل كده الحمد لله يعني مثلا انت بتقول هو ليه الناس دي ما بتعرفش تركن؟ يعني الناس التانية اللي بتسوق بقالها سنين دي ليه ما بتعرفش تركن لما هو الموضوع سهل كده؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ زي الفل الحمد لله. اخبار السواقه معانا ايه؟ زي الفل ما شاء الله. كله تمام؟ كله تمام. خلال ال5 حصص بتوعنا احنا اتعلمنا ايه؟ تقول للناس كده احنا اتعلمنا ايه الاول كده كل حاجه بقى من اول كهرباء العربيه، تمام، العربيه، تمام، ازاي تحضن، ازاي تركن، تمام. ما كنتش متخيل ان انا ممكن اطلع على السريع كده بسهوله يعني، او في عدد حصص قليل كده الحمد لله يعني. وكمان جوه طنطا في الزحمه دلوقتي، تمام، الساعه تعتبر يعني 2 اهي، تمام، وما شاء الله يعني الدنيا يعني زحمه، والمعرض والجامعه كله كومبليت. طيب انت عرفتنا ازاي؟ انا كان حد قريبي بيتدرب مع استاذ مؤمن قبل كده، تمام، هو رشحه ليا جدا. طب انت لقيت الترشيح ده كويس ولا ايه؟ انا اي حد برضه حابب يتعلم سواقه فانا برشح استاذ مؤمن ليه بجد بجد والله، مش عشان هو قاعد معايا بس بجد والله. تسلم يا رب. هو احسن حد ممكن يعلمك سواقه العربيه. تمام. بطولة باله بقى بصبره اولا يعني وتعليمه كويس جدا ما شاء الله يعني. تسلم يا رب. يعني ترشحنا للناس ولقيت التجربه معانا تجربه جميله. هنطلع الكوبري، تمام. ماشي. تحب تقول ايه للناس اللي هي لسه جديده في السواقه وخايفه انها تقبل على الخطوه اساسا؟ احب اقول لكم ان انا كنت اكتر من اي حد يعني. انا كنت الاول اصلا عندي فوبيا من العربيات وكده، كذا موقف حصل معايا قبل كده في العربيه انك تسوق اساسا. بالظبط. تمام. بس انا دلوقتي بجد يعني الحمد لله الحمد لله الى حد ما بقيت كويس يعني. تمام. ما عنديش مشكله في السواقه، وانصح اي حد ان هو يجي يتعلم يعني سواقه مع استاذ مؤمن، بجد هيستفاد يعني. شرفت جدا بحضرتك وبالتوفيق يا رب. صباح الفل عليكم احلى درفتاويه. النهارده بقى معانا حد جميل قوي مميز جدا جدا جدا، ساب القاهره كلها وجاي علشان يتدرب معانا. قعد يلف كتير لغايه ما سال ووصل لنا. معانا ومعاكم استاذ بلال، ومعانا مؤمن الجزار بتاع تعليم سواقه. ازيك يا مستر بلال؟ ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله زي الفل والله. انت اخبارك ايه يا حبيبي؟ انت تجربتك معانا كانت مختلفه شويه عشان انت كنت من القاهره ويا دوبك بس بتيجي اجازات صغيره قوي. دي حقيقة فعلا. ايه اللي انت شفته معانا؟ بص في الاول الصراحه يعني انا كنت بفكر اخد الكورس في القاهره، بس الناس القاهره كانت صعبه جدا والدنيا ما كانتش احسن حاجه، وكان في كذا حد سالت كذا حد من هنا وكلمني عن حضرتك يعني، وشكر لي فيك جدا، وحد يعني انا بثق فيه جدا فشكر لي فيك جدا وقال لي ان انت ناس اتدربوا معانا يعني. بالظبط. ويعني اتعلموا بسهوله واتعلموا بطريقه جميله جدا، وكانوا مرتاحين في الكورس مش حاسين ان هم متقدرين او حاجه. تمام. عن تجربه يعني من ناس، فعشان كده اخترت حضرتك واخترت الشركه يعني. طب انت لقيت الكلام ده فعلا حقيقي؟ حقيقي جدا وبزياده يعني. الناس كانت مؤثره في الكلام اصلا يعني، فلا لقيته حقيقي وعن تجربه اهوت يعني. انا مرتاح جدا. هي تقريبا دي اخر حصه ليا، لا بل بفكر كمان ان ازود كمان يعني، اللي هو مش حاسس ان انا عايز اسيبكم على قد ما انا خلاص الحمد لله كان زي الفل لحد دلوقتي، بس لا مش حاسس ان انا عايز اسيبكم يعني. تنصح الناس ايه اللي هي بتفكر انها تسوق بس خايفه؟ والموضوع ما فيهوش خوف والله، الموضوع كويس جدا. وبعدين كمان الفكره ان في حضراتكم يعني ان انت بتدي ثقه للي قدامك، فحصه في الثانيه الموضوع ما بيبقاش فيه اي خوف خالص. تمام. انت عايز تبقى مرتاح، تبقى قاعد في العربيه مرتاح، واثق ان الشخص اللي معاك ده كده كده هيلحقك، واثق ان الشخص بيعلمك صح.
بيعلمك كل الطرق، مش طريقه واحده تتعلم بيها تسوق او ازاي تطلع اصلا او كده. فلا الموضوع لذيذ خالص وممتع كمان، يعني لو انت مستمتع. تمام، يعني انت تنصح الناس بينا وتنصح الناس بالسواقه جدا. طيب لو احنا جينا قلنا بقى ان في ايه يعني انت لقيته صعب معانا، احنا مثلا ابتدينا من اول ان احنا نتعرف ان احنا نطلع بالعربيه لحد ما تركن وتبقى بتحضن وتدخل في الزحمه والكلام ده كله، لقيت حاجه من الحاجات دي صعبه معانا؟ خالص خالص، كل حاجه كانت بتمشي سلسه جدا، سلسه يعني اللي انت تفكره صعب لما تيجي تطبقه تلاقيه الموضوع بسيط ما فيهوش اي صعب خالص. انا مش حسيتش ان انا بتأزم في اي حاجه. انت كنت بتبقى فاكر ان الحاجه صعبه بالزبط. بس لما تيجي بقى تاخدها عملي معانا تلاقي ايه ده، لا 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 الموضوع طلع اهيف مما كنت تتوقع. موضوع الركنه مثلا ده كنت شايفه ان ممكن تكون دي اصعب حاجه البني ادم ممكن ياخدها في حياته. تمام. بس لقيت ان الموضوع اسهل من كده بكتير قوي يعني. كلمه ونص زي ما بيقولوا. بالظبط. يعني مثلا انت بتقول هو ليه الناس دي ما بتعرفش تركن، يعني الناس التانية اللي بتسوق بقالها سنين دي ليه ما بتعرفش تركن لما هو الموضوع سهل كده؟ بالظبط. لانهم ما خدوش اساسيات يعرفوا بناء عليها ان هم ازاي يركنوا. بالظبط. احنا اتشرفنا بحضرتك كتير. الشرف ليا حقيقه كابتن، انا سعيد بمقابلتك. ربنا يبارك لك يا رب. السواقه يا جماعه من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تتعامل معاها في حياتك، بس السواقه محتاجه انك انت تكون مركز شويه وبناء عليه انت بتسوق كويس. سواقه تافهه جدا، سواقه بسيطه معانا ومعاكم، هتكون السواقه اسهل كتير ان شاء الله. باي باي.